مستحيل اغير طريقتي، هي طريقة الفراخ المشوية. عايزة اقول لكم احلى فراخ مشوية زي ما انتم شايفين، وبتتبيلة واحدة هنعمل شوية رز كده وشوية الفراخ المشويين الحلوين دول. يلا بينا على ايه، على الطريقة. معايا فرختين كده، احنا في العيد الكبير كل سنة وانتم طيبين. وعندي اطفال مش حابة تاكل اللحمة ولا اللحمة الضاني. قطعي الفراخ زي ما تحبي يا ست الكل، اي تقطيعة انت حباها. انا هقطع كده الورك على ايه، على قطعتين، والصدر على ايه، قطعتين. واعصر عليهم بقى ليمونتين وشويه دقيق وشويه ملح، واغسل الفراخ بتاعتي كويس زي ما انتوا شايفين، ونقعها في ميه. ويلا بينا بقى نقطع ايه، قرن فلفل رومي على قرن فلفل سبايسي، وطماطمايه وبصلايه، وشويه ملح بقى في الكبه كده، ومعاهم شويه كزبره وشويه كمون وشويه فلفل اسود وشويه بابريكا وكركم وزعتر، زي ما انتوا شايفين معالق صغيره كده. وكده بقى ايه، هضربهم في الكبة ضرب كويس جدا مع بعض. وتعالوا بقى اقول لكم على التركية التانية اللي احنا هنعملها بعد ما نضربهم كده. ولو وصلتوا لغاية هنا ما تنسوش تيتا لايك ومتابعة يا حبايبي، عشان دعمكم بيفرق معايا كتير. خلاص، معلقة صويا صوص ومعلقة دبس رمان وثلاث معالق من الزيت، واخلطي الخلطة دي تاني كده في الكبة. عايزينهم يبقوا عصير، شايفين؟ وعايزة اقول لك لو لقيتي في تكتلات صفيها زي ما انتوا شايفين، خليتها بقى عصير زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. هصفي الميه كويس واحطها في بوله، وانزل بنص الكميه او بايه، بتلتين الكميه، واسيب التلت. جبت صاج الفرن وحطيت عليه ورقه ألمونيا علشان بعد ما اخلص شوي يبقى ايه، سهل عليا التنظيف. وقطع الفراخ بتاعتي هحطها كده فوق الشبكه، مع اضافه بقى كوبايتين من الميه زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. وبقيه التتبيله بوزعها فوق الفراخ، وكوبايتين من الميه، وفرن سابق التسخين بحطه على الرف التحتاني خالص، لغايه بقى ايه لما الفراخ بتاعتي دي تشكشك كده والميه اللي موجوده كده تدي الغليان. اروح حطها بقى في الرف اللي في النص، معلقه كركم مع معلقتين من الزيت عشان نعمل بقى شويه الرز. بقيه التتبيله اللي معايا ضفت عليها ميه، ونزلت بعد ما شوحت الكركم نزلت بالميه وظبطت الملح مع مكعب مرق الدجاج. عايزه اقول لكم بقى شويه رز كده تحفه بنفس تتبيله بقى ايه، الشوي. شوية رز بقى تاكلوا صوابعكم وراهم. عايزة اوريكم بس عامل ازاي، شايفين؟ عايزة اقول لكم شموا بقى روايح الرز الحلوة دي. يلا بينا بقى نغرف مع شوية سلطة كده خضرة حلوين، او حابة تعملي شوية دقوس اعملي. انا عملت شوية سلطة خضرة. خلاص كده يا حبايبي زي ما انتوا شايفين. عايزة اوريكم بس جمال الرز عامل ازاي، بصوا. ايه رأيكم؟ يلا بينا بقى. الفراخ بتاعتنا طلعت كده، كان تحتها شوية صوص كده صفتهم، والفراخ زي ما انتوا شايفين طالعة عاملة ازاي. ويلا بينا بقى ايه، نقدم طبق كده حلو زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده، مع شوية السلطة الخضراء. ويلا بينا بقى وشوية الصوص. تعالوا اوريكم بقى سوى الفراخ. وهنا بقى بقول لكم لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك ومتابعة حبايبي عشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم على خير، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.